السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نشارك معكم فيديو متنوع، فيه الفطور، فيه شويه نتاع التنظيم، وفيه حتى واحد ديكورات ديال رمضان اللي صورتهم لكم تشوفوهم. ما موجدهمش الصراحه، دابا موجدهم من العام اللي فات، وكاينه شي حاجه اللي موجدها حتى قبل هذه عامين ولا اكثر باش مصوباها وزوينين بزاف. دائما فاش كيكون رمضان او العيد كنجبدهم وكنزين بهم تيجيو تيحمقوا. ما عرفتش واش تبغيو بحال هاد الفيديوهات هادو، الا كنتو تبغيو نشارك معكم هكا اعمال يدويه اللي تصوبوها مع وليداتكم وتصايبوا هكا زينه ديال رمضان، خليوها لي في التعاليق. وتشيز كيك اللي كيجي زوين بزاف بزاف، انا متاكده غادي يعجبكم، وهاد الوصفه سجلوها عندكم، راه غينفعكم في اي مناسبه، وان شاء الله في العيد الا طول الله العمر. مهم تشيز كيك اللي كيجي رائع، ديريه بوجهك احمر. بديت معكم الصباح هكا بالفطور بحال هكا نهار السبت، اولا كندير لهم فطور بحال هكا. داكشي اللي متوفر عندك اللي موجود عندك كتحطيه كتقدميه في واحد الطبسيل كبير، اولا في بحال هكا في هادو ديال الخشب، كيجي زوين بزاف. كتقدروا ديروا بحال هكا، كندير مطيشه الخيار فاش تيكون شويه من شلاضه، الانواع نتاع الجبن اللي متوفرين، الزيتون، حتى الزيتون الخضر فاش كيكون عندي، ولا الزيتون مشرمل حتى هو كنديرو. مهم اي حاجه متوفره عندكم ملي كتحطوها هكا وكتقدموها، العين كتاكل قبل وكتشهاي، كتشوفي داك الشيء محطوط قدامك هكا تيجي زوين بزاف وتيفرحوا به وليداتكم. مشيت ننظم معكم واحد المجر اللي كان عندي مرون مزيان، راكم شفتوه كيف داير، راه خليته هكاك شاركته معكم كيف ما هو. كانت ترول ليا بزاف، وتا انا سمحت فيه لان كنت عواله غننظمو وغنقص منه شحال من حاجه. بحال هاد القراعي، هاد البويض هادو ما بقيتش باغا نستعملهم، ماشي هادو الدزاج اللي وريتكم، لا، القرعه الاخرى اللي كنت شاده ما بغيتش نبقى نستعملهم. هادي عندي منها 4 غادي نحيدهم عليا. وبحال دابا هنايا هادي كنت كندير فيها الكمون، كما شفتوا هي كانت هكا مكتوبه فيها الكمون، كنت كندير فيها الكمون. دابا غادي نحيد مثلا الكوزه، غنحيدها نردها في واحد الطويصات، وداك الكمون اللي عندي في هاد القرعه البيضاء غنردو تماك في بلاصه الكوزه. المهم غادي نحيد عليا هاد القراعي البيض غير معمرين عليا حتى هما تما المجر، غادي نقصهم. هنايا شاركت معكم شي توابل هكا اللي كناخذهم، بحال هاد التوابل هذا ديال الخضره، والصراحه ما بغيتش نبقى نستعمل هاد الشيء، والله غادي نحاول نحيد عليا هاد الشيء، وغادي نحاول نجرب معكم هذيك الضامه البنه اللي تكون طبيعيه ومصوبه في الدار. غادي نجربها ان شاء الله، وإلا جاتني زوينه غادي نشاركها معكم، غنحاول نقص عليا من داك الشيء. دابا هنا داك المجر كان ترول مزيان مع داك العطريه وداك الشيء، كما شفتوا كتطلق شي مرات، راك عارف ضروري كيتقاس المجر، كيدبغ هكا باللوان. رشيت عليه مزيان واحد البرودوي وخليته يرطب، عاد نرجع ان شاء الله نمسحو مزيان. وتا هاد القراعي مثلا اللي عندي نقيه بحال هاد القرعه سكينجبير، عاد كيف غسلتها غير هاد السيمانه هادي، كنت غسلتها كانت خوات وغسلتها عاد عمرتها. داكشي علاش دابا ما غاديش نخويها، غير مسحتها مزيان بديك الفيطه، غسلها بديك الفوطه، غسلها بجافيل وشويه نتاع الصابون الماعن، كنمسح بها القراعي هكا اللي عاد كيف عمرتهم، عاد كي مغسولين ومعمرين نقيين، كنعاود عليهم هكا واحد المسحه خفيفه ونخليهم. واللي خاصهم يتغسلوا راهم باينين، غادي نعزلهم لواحد الجنب. هادو اللي غادي نخويهم ونعاود نغسلهم غادي نعزلهم هنايا في الجنيب. ما تنساوش البنات عافاكم تدعموني باللايك وتخليوا لي تعاليق، راه مهمين بزاف بالنسبه ليا، لان القناه مازال صغيره، ومنين كديروا لي بحال هكا لايك وكتكون القناه فيها واحد التفاعل بالتعاليق وداكشي، اليوتيوب كيقترحها على ناس اخرين. الا جات على خاطركم، ماشي زعما بالسيف، ضروري الا جات على خاطركم. هنا شاركت معكم هاد الطاسات هادو اللي فنين، كما شفتوا 4 كيجيو هكا 4 باورو، جابوهم في ام دي هاد السيمانه هادي. الا كنتم مهتمين بهم سيروا خذوهم، راه كاينين اللي من الغطا ديالهم بيض، كاين الغوز، وكاين هاد القريف فنين والله الا زوينين، واخا صغيورين راه تقريبا كاتبين 300 مليلتر كيهزوا، زوينين بزاف والله الا زوينين، نفعوني بحال هكا في التنظيم. انا مازال ان شاء الله باغا ناخذ من هاد القراعي هادو ديال الساج ديال العطريه، باغا نزيد ناخذ منهم حتى هما، راني شارياهم تقريبا هادي 4 سنين، ماشي اكثر من 4 سنين هما عندي، ما كيطلعوش في الراس، زوينين بزاف ملي كيتغسلوا ويتعمروا والله الا كيجيو فنين. وراه عندي منهم خير الله، ولكن مازال خاصني نزيد، مازال خاصني شي 8 تاع القرعات، هما كيتباعوا الباكيه فيها 4، مازال ان شاء الله ناخذ شي 2 باكيات، راهم موجودين في بيبكو، موجودين في اكسيون، انا كنت واخداهم من اكسيون. ودابا ان شاء الله نزيد منهم شي 8 باش نحيد عليا اي حاجه. تا هاد الشيء دابا، تا هاد الطويصات اللي استعملت دابا، هادو اللي درت فيهم ورقه سيدنا موسى وداك الشيء، دابا غادي نقضي بيهم
لانني لقيتهم رخاصين هكا باورو 4 راهم رخاصين. على من يسهل الله ان شاء الله منين ناخذ هذوك القراعيد الزاج، منين نمشي لاكسيون ولا ناخذ بحال هاد القراعي نزيد منهم واحد 8 وغادي نحيد عليا دوك الطاسات وكل شيء. الطاسات راهم فنين كما قلت لكم، وغير اورو دايرين فيها 4 تاع الحبات باورو. من بعد ما مسحت هذاك المجر مزيان، منين رشيت عليه هذاك البرودوي وخليته، منين رجعت مسحته لقيته دغيا كيتمسح دغيا، تحيدوا منه كاع داك الالوان اللي كان فيه الخرقوم وداكشي كان دابغ فيه. المهم منين رشيت عليه داك البرودوي رشوا عليه هكا غير شويه تاع جافيل ولا ومسحوه تيولي نقي تيشعل. على من ان شاء الله كما قلت بحاجه بحاجه. من بعد نشري حتى المجر هذاك الفراش اللي كيدار فيه بحال واحد شنو سميتهم يا ربي مشات لي السميه. المهم راكم فهمتوني، داك اللي كنفرشوا هكا في المجار اولا في بلاكارات ولا باش ما كيتخمشوش، باش ما يتوسخوش بحال هكايا مع المده كيدبغ فيهم شي لون. المهم من بعد ان شاء الله ونشريهم ونديرهم هكا في هذا المجر ديال العطريه. عندي واحد المنظمه اللي كتجي هكا بحال درجات كدار فيهم القراعيد، كيداروا فيها القراعيد العطريه، ولكن ما بغيتش نستعملها دابا لان البلاكار اللي نورمال غادي تجيني فيه ديك المنظمه اللي جايه بحال الدرجات مستغله دايره فيه ميعنات وداكشي هاز ليه شحال من حاجه. داكشي علاش دابا العطريه خليتها غير هكا في المجر وجات زوينه وجات قريبه حتى للبوطه. شوفوا البنات هذه كتجي هكا بابريكا افوميكاتا، كتجي التحميره مدخنه، كتجي زوينه بزاف، فلفله حمراء وهي مدخنه كتجي تتحمق في الحشوات. الا لقيتوها غير خذوها غتنفعكم بزاف هكا في رمضان. بزاف هذوك الحشوات اللي كنعمروا بهم الخبيزات او بريوات ولا راها كتجي فيهم بنينه بزاف. انا كنت واخداها من كارفور ولكن تقدروا تلقاوها حتى في كوناد. مهم غير ردوا لها البال فين كيكونوا محطوطين التوابل بحال هكا، شوفوا واش تلقاو هذه وراها كتجي زوينه بزاف غادي تعجبكم. المجار من بعد ما نظمته جا على هذا الشكل هذا، زدت هاد الشبكه اللي جمعت فيها هذاك نيدو وداك التوابل هكا نتاع الحوت، هذيك التوابل هذيك الضامن تاع الخضره اللي وريتكم كناخذها من الدي، ولكن ان شاء الله ما غاديش نبقى نستعمل هذا الشيء، غنحاول نصايبها لراسي في الدار وإلا صدقات لي غنشاركها. حتى هذاك الزعفران ما كنستعملوش الصراحه نهائيا، غير راه محطوط تما وصافي ما غاديش. المهم الزعفران مستغنيه عليه، شحال هذه تنستعمل غير الخرقوم. وتا هذيك الضامن تاع الخضره حتى هي غادي نحاول نستغنى عليها ونصايبها لراسي في الدار. المهم المجيه رجع على هذا الشكل، حتى داك السيلوفان والالومنيوم وهذا خليتهم تماك بلاصتهم. على من بعد ان شاء الله الا بدلت لهم ولا لقيت لهم شي بليصه اخرى، ومنين نزيد ان شاء الله قريعات واحده اخرين من هذوك ديال العطريه ونشارك معكم من بعد ان شاء الله كل شيء. دابا غادي نشارك معكم هذا التشيز كيك اللي تيجي تيحمق بلا صوص كراميل اللي كنزينو بها من الفوق، اللي كتعطيه واحد المذاق خطير، واحد الكراميل اللي كيجي مملح وكيجي زوين بزاف بزاف. هاد الوصفه غير سجلوها عندكم، ديروها لضيوفكم بوجهكم احمر، ديروها في اي مناسبه عندكم لوليداتكم ان شاء الله في العيد الا طول الله العمر. كنبغيو نديروا شي حاجه اللي كتكون زوينه وفي نفس الوقت سهله في التحضير. هاد الوصفه غادي تنفعكم بزاف بزاف. غادي نحتاج 400 غرام تاع البسكوي، اي نوع تاع البسكوي كتفضلوا تخدموا به، مع 125 غرام ديال الزبده مذوبه. غادي نخدم بها داك البسكوي مزيان، نخلطها مزيان معاه، وغادي نحاول نوزعها في المول اللي بغيتو. انا درت مول هكا مستطيل، ديروه داير ديروه مربع كيما كتفضلوا. غادي نوزع هذاك البسكوي ونضغط عليه مزيان يشد هذيك الفورمان تاع المول، ونرجع معكم ان شاء الله باش نوجدوا الكريم. بالنسبه للكريم درت هنايا 400 مليلتر نتاع الكريم فريش. عندي هنايا كل علبه كتجي فيها 200 مليلتر، يعني درت جوج. وهذه ما فيهاش السكر، غادي نحتاج انا ندير لها شويه نتاع السكر. بعدا غادي نسموها بالفاني، ضروري واحد الكيس نتاع الفاني اولا النكهه الفاني هكا السائله اللي عندكم. وغادي ندير لها 3 المعالق نتاع السكر كلاصي. ضروري سكر كلاصي احسن من سنيده، كيخلي الكريم تجي معكم ناجحه اكثر. وإلا كنتو غادي تاخذوا الكريمه اللي كتكون ديجا دايرين لها زعما الحلاوه، صافي ما كتحتاجوش ديك الساعه تضيفوا السكر. غادي نطربها مزيان حتى تبان لي بدات كترغوي، تيبان لي هذا الخليط هذا دار واحد الرغوه هكا كثيره. وعاد غادي نزيد عليها
علبه نتاع الجبن الماسكربون اولا الجبن هكا الابيض. مهم الجبن اللي كيكون كيشبه الماسكربون. الا ما كانش الماسكربون عوضوه بجبن واحد اخر اللي هكا اللي كيشبه الماسكربون. غادي ندير علبه نتاع 250 غرام كامله، وغادي نعاود نخلط الكريمه ديالي مزيان مزيان حتى كتعقد ونرجع معاكم. والكريم فريش بحال هكا باش كتعقد معاكم وكتجي ناجحه ديروها في المجمد قبل ما تستعملوها بواحد 4 ساعات. ديروها في المجمد وعاد استعملوها كتكون بارده مزيان، وكنطربوها على بسرعه عاليه. كنخدموها بالطراب على اقصى سرعه فيه هكا كتعقد وكتجي زوينه بزاف. كيف ما شفتوا معايا راه ما غادي ندير لا جيلاتين لا حتى شي حاجه. المهم في هذا التشيز كيك باش يجي هكا شاد راسو ويجي زوين، هي تخليوه في الثلاجه على الاقل 3 سوايع. على الاقل 3 سوايع راه تيجي تيحمق بلا جيلاتين. غتشوفوا معايا ان شاء الله في التالي الفيديو. انا واخا ما خليتوش 3 سوايع حاولت نشاركو معكم قبل باش تشوفوه كيف جا. كانت مازال ما دازت 3 سوايع ولكن راه جا زوين. غادي نحتاجوا لواحد الكميه هكا نتاع اللوز. ما غاديش نعطيكم بالضبط العبار نتاع اللوز شحال غتحتاجوا. واحد الحفنه هكا صغيره نتاع اللوز اللي حمرتها مزيان في المقله هكا على البوطه حتى تحمر مزيان. كيجي بنين بزاف محمر، ما تستعملوهش خضر، ضروري تحمروه مزيان لحقاش ملي كيتحمر كيعطي واحد البنه زوينه. هرمشتو هكا طحنتو وغادي نوزعو هكا فوق التشيز كيك. لاصوص كراميل اللي ضروري ديروها، هي اللي كتعطي واحد الاضافه زوينه بزاف وكتخليه يجي متميز هذا التشيز كيك. غادي نحتاجو هنا درت 5 المعالق نتاع سكر سنيده، 5 المعالق كبار نتاع سكر سنيده ما عامرينش بزاف. وغادي تضيفوا نص معلقه صغيره بحال هكا ديال الملحه. ضروري تجربوا هذا الكراميل هذا مع هذا التشيز كيك، راه تيجي كما قلت لكم خطير، تيجي تيحمق. عرفتي داك الكراميل كتجي فيه شويه ديك الملوحه تيجي زوين بزاف. منين تذوب لكم هكا ديك سنيده وتولي هكا كراميل. سمحوا لي هنا الاضاءه ضعيفه وحتى المقله اللي جربت ندير فيها الكراميل مغلوقه ما كانتش كتبان الصوره مزيان. زدت نص كاس تقريبا 50 مليلتر نتاع الكريم فريش اللي مغلياها نطيبها فوق البوطه حتى غلات. عاد كنضيفوها على داك السكر. الا ما كانتش الكريم فريش تقدروا تعوضوها بالحليب، نص كاس نتاع الحليب ولكن تسخنوه عاد ضيفوه على داك الكراميل. وكتبقاو هكا كتحركوه في الاول كيدير داك السكر بحال اللي كيولي يتجمع. واخا درت عليه الكريم سخونه كيدير بحال اللي كيتجمع ولكن كتخليوه على عافيه مهيله. ضروري تكون العافيه مهيله. كيولي تبقاو هكا معاه فوق البوطه حتى كيولي يتسلق كيجي كراميل زوين بزاف. التشيز كيك خليته في الثلاجه باش يجيكم هكا ناجح كما قلت لكم وبلا جيلاتين ويجي شاد راسو ويجي زوين بزاف. غير جربوه على حسابي. غادي ديروه في الثلاجه وتخليوه على الاقل واحد 3 سوايع باش الكريم كيشد راسو، لان ما فيهش الجيلاتين. يعني خصنا ضروري نخليوه في الثلاجه على خاطره حتى يتجمع ويشد راسو. كنزينوه بالكراميل من الفوق وكتقدموه حتى بداك الكراميل اللي تيبقى لكم. كتقدموه هكا في واحد الطبيسيل صغير وتحطوه في الطبله باش اللي بغى يزيد فوق الطريف نتاعو ديال التشيز كيك يزيد منه تيجي زوين بزاف. انا متاكده الوصفه غادي تعجبكم لانها سهله في التحضير، ما كاين لا فران لا والو. المنظر ديالها راقي والبنه راني ان شاء الله منين تجربوها غادي تردوا عليا. غناخد معكم واحد الطريف هكا تشوفوه معايا كيف تيجي الكريم. كيجي عاقد كيجي زوين بزاف واخا ما فيه لا جيلاتين لا حتى شي حاجه. غير جربوا الوصفه على حسابي، انا متاكده غادي تعجبكم وبزاف. شاركت معكم هكا الديكورات اللي كنوجدهم لرمضان. ما وجدتهمش في هذا في الصراحه دابا زعما لهذا رمضان، ولكن موجداهم قبل راه عامين هذه باش كنت زعما صايبت شي حاجات بحال هكا الكعبه هكا بهذا الشكل. كنت صايبتها هذه اكثر من عامين وزوينه بزاف. كتجي ملي كيوصل بحال هكا رمضان كنجبدها وكنزين بها هكا في الدار. كتجي تتحمق الوليدات كتعجبهم بزاف وانا فرحانه بهذا الشيء لان منين صايبته انا ووليداتي مجموعين. يعني هذا الشيء كيخلي الوليدات كيبقاو يطرحوا عليك اسئله، كيتعمقوا بزاف في الدين، كيفرحوا بزاف بالدين ديالنا، كي حتى هما كيفرحوا بزاف برمضان. حنا بصح ما كبرناش كنزينوا الدار هكا لرمضان ولا نديروا ديكورات خاصين برمضان ولا. ولكن الصراحه منين جربنا رمضان هنايا على برا من المغرب
راه ما كايناش نهائيا الاجواء ديال رمضان الا ما خلقتيش داك الجو راسك في الدار وديري لوليداتك علياش يفرحوا وكل شيء كيخرجوا من الدار. راه ما كاينش نهائيا الجو ديال رمضان. ولكن ملي كيدخلوا للدار ويشوفوا الاجواء ضروري خصك تخلقي لهم داك الجو في وسط الدار. وبحال هذا الشيء هذا ملي كنكون كنصاوب معاهم بحال هذا الشيء تيفرحوا بزاف. وكنلاحظ بانهم كيتعلموا بزاف د الحوايج لانهم تيبقاو يسولوك هذه علاش، هذه شنو سميتها، هذه وتعقلوا على كل شيء. بحال هذه كانت عندي غير خشبه خديتها وكتبت فيها رمضان كريم هكا بالصباغه كحله وزينتها مع الجناب. والله الا مشات لي السميه نتاع داك الورق اللي خدمت به. بحال هذا الهلال هذا شوفوا معايا كيف كيجي. خديت غير كرتونه ودرتها على شكل هلال ولويت عليها كامله هذيك الكورده هكاك وحتى هي كتبت فيها رمضان مبارك. هذاك الورق مشات ليا شنو سميتو والله ما عرفت، كيتباع عند الشينوا بجميع الالوان اللي بغيتوه متوفر. طرف هكا كبير كيدير اورو لا اورو شي حاجه. هاد الهلال هكا كنت صايبته كنعلقو، تقدروا تعلقوه في باب الدار، تقدروا تعلقوه في وسط الدار عندكم في شي قنيات بحال هكا. كما قلت لكم هاد الشيء هذا تيخلي الوليدات تفرحوا بزاف وتيخليك تخلقي واحد الاجواء زوينه في دارك. ورمضان يستاهل، علاش لا، علاش ما نوجدوش بحال هاد الشيء مع وليداتنا؟ ماشي شي حاجه اللي حرام ولا شي حاجه اللي عيب، بالعكس حاجه اللي مزيانه وكتخلي الوليدات يفرحوا وكيعجبهم الحال يعاونوك ويصوبوا معاك بحال هاد الشيء. بحال هاد اليوميه هذه وليداتي هما اللي عاونوني. شوفوا دوك الارقام كاملين كانوا الوليدات اللي كتبوهم معايا وقطعوهم معايا هكا بالمقص باش نلصقوهم. حتى هما كنت خديت واحد الكرتونه وكنت غلفتها بواحد الطرف نتاع الثوب اللي كان عندي بحال هكايا ما محتاجاهش وكتبت رمضان كريم. راه حتى ديك كانت طارت منها واحد الطريف هكا، دابا ان شاء الله نولي نلصقولها. درت هكا واحد الشكيل بحال المسجد الفوق وهنايا قطعنا واحد الوراق هكا في الكحل اللي درنا بهم هذوك المربعات والارقام كتبناهم بلون واحد اخر. هادشي كله غير بالورق، هادشي كله غير بالورق في الالوان. خدمت الكحل وبحال الصفر شويه ولا بيج والثوب اللي غلفت به الكارت وكما شفتوا هنا كنوريكم كنخلي هنا بحال جويب، كل رقم كنخلي فيه بحال جويب لداخل. هذا العام هذا ان شاء الله ناويه ندير لهم تماك معلومات بحال هكا. الا كتب الله غادي ندير لهم معلومات على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل نهار غادي يلقاو تماك ورقه اللي فيها شي معلومه جديده، شي حاجه اللي غادي يعقلوا عليها. مثلا المولد النبوي الشريف، فوقاش خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فوقاش توفى، الاسم تاع الام ديالو، اسم الاب ديالو، كل شيء ان شاء الله غادي نخلي لهم. هاد اليوميه في كل رقم غادي نحشي لهم من الداخل واحد الورقه اللي مكتوبه فيها معلومه. وفي نفس الوقت كل نهار مور المغرب عاد كنشوف معاهم هاد اليوميه وكنعطيهم موراها هكا حلوه ولا شوكولات ولا شي حاجه اللي تيفرحوا بها. في نفس الوقت كيستافدوا وتانتي كتفرحيهم. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. والا كان عجبكم ما تنساوش تدعموني عفاكم بلي لايك وبالاشتراك ضروري، لان القناه الا ما كانوش فيها لي لايك والتعاليق راه ما كيبقاش يقترحها اليوتيوب على ناس اخرين. وشكرا لكم بزاف بزاف.